بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس امر نشترك في القناه. وبعد اذن حضراتكم، جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله. اكثروا من الصلاه على النبي في يوم الجمعه ان شاء الله، وجمعه مباركه علينا وعليكم جميعا وعلى جميع المسلمين باذن الله. خبر غريب يا جماعه، كان نزله الكابتن خالد غندور على صفحته الرسميه، وهو ان الامام وخطيب مسجد نادي الزمالك انتقل الى يعني مسجد النادي الاهلي، او فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. والحقيقه يا جماعه يعني مش عارف انا، استغرب والله على الكابتن خالد غندور. ما اعرفش يعني المفروض حاجه زي كده ما تطلعش تتكلم عليها يا كابتن. يعني هي الموضوع مش ناقص، يعني معلش، هو نادي الزمالك مش ناقص اصلا. احنا كل يوم بنصحى على حاجه غريبه جديده وحاجه يعني ومشكله جديده في نادي الزمالك. يعني الموضوع مش متحمل اكتر من كده يا جماعه. الموضوع مش متحمل اكتر من كده. يعني انا بستغرب والله، يعني مجلس الاداره ده يعني يعني هيصدر منه ايه اكتر من اللي احنا بنشوفه ده؟ والله حاجات غريبه جدا، حاجات غريبه جدا ما تخطرش على البال. اللي هو لو واحد بيفكر كده في ان الحاجات دي تحصل مش هيجي على باله الكلام ده. مش هيجي على باله الكلام ده. حاجات غريبه جدا. انا مش عارف مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك ده، او مجلس اداره نادي الزمالك ده موجود لحد دلوقتي بيعمل ايه؟ هل في حلول؟ هل في حلول بيعملها؟ هل في حلول بيقدمها؟ كابتن احمد عبد الرؤوف مشي، تمام، ومش ولسه ما فيش اخبار مين اللي هيمسك مكانه لحد دلوقتي. انا قلت كابتن ايمن الرمادي بصراحه هو انسب واحد في الوقت الحالي، ولكن ما اعتقدش ان هم هيجيبوا كابتن ايمن الرمادي. فانا مش فاهم والله العظيم مجلس الاداره ده قاعد بيعمل ايه لحد دلوقتي، ولا ايه اللي بيقدمه لنادي الزمالك، ولا هيفيد الزمالك في ايه اصلا؟ ولا حاجه، ولا حاجه والله. بل ان احنا بس كل يوم بنصحى على مصيبه جديده، بنصحى على كارثه جديده، بنصحى على مشكله جديده. 8 او 9 فترات ايقاف قيد، وكل يوم مشاكل، وكل يوم لاعب بيشتكي، وكل يوم لاعب بيفسخ عقده من طرف واحد، بنتايج كمان فسخ عقده. فانا مش عارف والله يا جماعه، مش عارف المجلس الاداره ده هيفضل مستمر كده لحد امتى، وهيفضل في استمرار لحد امتى. ويا ريت في حلول، يا ريت يعني مثلا شغال على ملف، او شغال على مشكله، او شغال على يعني اي حاجه تقول ان المجلس ده شغال. ما اعتقدش ان هم بيعملوا حاجه. ما اعتقدش ان هم بيعملوا حاجه، لان احنا مش شايفين اي حلول على ارض الواقع. حتى ارض اكتوبر اللي اتسحبت من نادي الزمالك مفيش اي حاجه. طب انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا كمجلس اداره بتعملوا ايه؟ او ايه اللي بتقدموه في الوقت الحالي يعني؟ لكم الله والله يا جماهير نادي الزمالك. السلام عليكم.